بشوف ناس كتير عماله تتكلم كلام كبير على اليو ديانج، وعماله تقول لك اليو ديانج خساره فينا، اليو ديانج ده لعيب كويس، اليو ديانج ده على فكره بقى ده لعيب يلعب في اوروبا مستريح. هو انا عايز اعرف انهي اوروبا بالظبط اللي هيلعب فيها اليو ديانج مستريح، بس تمام يعني. اليو ديانج لاعب النادي الاهلي، لاعب مركز 6. قصه ان اليو ديانج يلعب مركز 8 لا مستحيل على اليو ديانج ان اليو ديانج يلعب في التلت الامامي والكلام ده. طب اليو ديانج هل هو لاعب مناسب لفريق هجومي بيقدر ان هو يبني من تحت وعايز يطلع بالكره من تحت بسلاسه، او يقدر ان هو يطلع بالكره من تحت ضغط مثلا من المنافس؟ الاجابه طبعا لا. ان اليو ديانج لاعب عنده مشاكل في الاستلام والتسلم، ودي مشكله كبيره ومشكله عويصه عند لاعب محترف. يعني تخيل انت لاعب محترف عنده مشكله في الاستلام والتسلم، اساسيات اللاعب اساسا. بس اليو ديانج لاعب مميز دفاعيا، يعني اليو ديانج حمله حطه في نص الملعب هيشيله لوحده. طب هل اليو ديانج لاعب بصير كويس مثلا يقدر يعمل باصات على الاطراف مثلا، او يقدر يلعب كرات طوليه في العمق مثلا؟ لا. اليو ديانج لاعب محدود جدا وهو مع الكوره. يعني اليو ديانج وهو مع الكوره لاعب محدود قوي، دايما هتلاقيه بيدور على تحتيه، او هتلاقيه بيدور على ان هو يلعب بالعرض. حته كده بتفكرك بكابتن اكرم توفيق حسام عاشور. فاليو ديانج في الحته دي بيكون عنده مشكله مع المدربين اللي عايزين يلعبوا كره هجوميه، لان انت بالنسبه لي لاعب سلبي، انت بالنسبه لي لاعب بيعطل لي اللعب. حاجه كده بالظبط زي كابتن نبيل عماد دونجا في الزمالك. دونجا لاعب بيدافع كويس، بس وهو معاه الكوره